واش فايت لك مشيتي تنعس ولكن عقلك بدا كيعرض عليك مواقف وقعت لك قبل سنوات، اولا كيبدا يخلعك من شي حوايج مازال كاع ما وقعات. كتقول مع راسك غادي نفكر غير شويه ومن بعد ننعس، ولكن كتلقى راسك دازت اكثر من ساعه وانت غير كتفكر. السؤال هو واش التفكير الزائد كيعاوننا ولا كيدمرنا بطريقه ما كنحسوش بها؟ في هذا الفيديو غادي نكتشفوا علاش الدماغ كيدير هذا الشيء وشنو كيوقع لداخل ديال دماغنا وكيفاش نقدروا نخرجوا من هذه الدوامه. اول حاجه خصنا نعرفوا شنو هو التفكير الزائد. التفكير الزائد ماشي هو انك تفكر بزاف وصافي، ولكن هو انك تكرر نفس الافكار بلا ما توصل لحتى شي نتيجه. العقل كيبقى كيدور في نفس البلاصه، كيحلل ويشك ويتوقع ويعاود يحلل من جديد. مثلا كتسالي شي امتحان وكتبقى تراجع كل كلمه كتبتيها وتبقى تفكر فيه ديما، اولا كتبغي تبدا شي حاجه ولكن كتبقى تفكر في المخاطر حتى كتضيع بزاف ديال الوقت وفي الاخر ما كتبداش ديك الحاجه. التفكير هنا ما بقاش وسيله باش تلقى الحل، ولكن ولا هو المشكل. ودابا غنعطيك تفسير علمي لشنو كيوقع داخل الدماغ. علماء الاعصاب لقاو ان الدماغ فيه منطقه كتسمى باللوزه الدماغيه، وهي المسؤوله على اكتشاف الخطر. المشكل ان هاد المنطقه ما كتفرقش دائما بين الخطر الحقيقي والخطر اللي كيتخيلو العقل. بالنسبه لها موقف محرج او احتمال الفشل يقدر يكون بحال هجوم حقيقي تماما. في هاد اللحظه الجسم كيفرز هرمونات التوتر، خصوصا الادرينالين والكورتيزول، والقلب كيضرب بالجهد والعضلات كيتصيروا والتنفس حتى هو كيتبدل، حيث الجسم كيتصرف بحال خاصو يواجه خطر حقيقي. وهنا كيبدا العقل يقلب على حلول، ولكن بدل ما يلقى حل كيغرق اكثر في التفكير. واش عمرك سولتي راسك علاش كنفكر بزاف؟ التفكير الزائد ما كيجيش من فراغ، بعض المرات كيكون بسبب الخوف من الفشل، وبعض المرات بسبب الخوف من هضرة الناس، او لا حيت الانسان داز من تجارب صعيبه خلات الدماغ ديالو يبقى على حذر. كاين سبب اخر مهم، وهو ان الدماغ كيعتقد ان التفكير المستمر غادي يمنع المشاكل قبل ما توقع، ولكن هذه غير خدعه، حيت اغلب الحوايج اللي كنتشطنوا عليها وكنفكروا فيها بزاف ما كتوقعش اصلا. التفكير الزائد كيقدر يدمر حياتنا. المشكل ماشي غير انك تضيع الوقت في التفكير، المشكل ان التفكير الزائد كيأثر على حياتك كامله، كيخليك تأجل القرارات وتضيع بزاف ديال الفرص، وكيولي صعيب عليك تركز، وحتى النعاس ديالك كيتخربق كامل. ومع الوقت كيقدر يزيد القلق والتوتر، حيث الجسم كيبقى عايش في حالة استعداد دائم وكأنه كاين خطر مستمر. اكبر خطأ كيديروه الناس هو ان اغلب الناس ملي كيبدا عندهم التفكير الزائد كيحاولوا يوقفوه بالزز، كيقولوا خصني ما نفكرش، ولكن علم النفس كيقول العكس. كل ما حاولتي تمنع شي فكره بالزز كتولي ترجع اكثر. بحال الا قلت لك مثلا ما تفكرش في شي قطه بيضاء، غالبا اول حاجه غتجي في بالك هي ديك القطه البيضاء. اذا محاربه الفكره ماشي حل. باش تخرج من هاد الدوامه التفكير الزائد كاينين بعض الحلول. الحل الاول هو انك تفرق بين الحاجه اللي تقدر تتحكم فيها والحاجه اللي ما عندك عليها حتى سيطره. الا كان عندك مشكل سول راسك شنو هي اصغر خطوه نقدر نديرها اليوم. الفعل كيضعف التفكير. اما انك تجلس وتسنى الخوف والشك انهم ما يبقاوش فعاده غيكبروا. وكاينين بعض التقنيات اللي غيعاونوك انك تخفف التفكير الزائد، من بينهم انك تكتب الافكار ديالك في شي دفتر. دير دفتر خاص بالافكار ديالك، خرج ضرب دويره ودير الرياضه، ما تبقاش جالس غير في الدار، حيت الدار ديما هي من اكبر الاسباب اللي كتخلي الانسان يفكر. وحاول انك تقلل السوشيال ميديا على قد ما قدرتي، وحاول انك دير وقت محدد للتفكير ديالك، ما تخليش التفكير يسيطر على نهارك كامل. حاول دير وقت محدد تفكر فيه. وفي الاخير غنقول لك التفكير راه نعمه كبيره، حيت كيعاوننا نفهمو ونخططو،
ولكن ملي كيولي بلا حدود كيقدر يحبس الانسان داخل العقل ديالو. الحياه ما كتبدلش بقوه التفكير ولكن كتبدل بالفعل. وتفكر ديما ان العقل تخلق باش يحل المشاكل ماشي باش يخترع المشاكل مازال موقعات. وهنا غنكون وصلنا للاخر ديال لا فيديو. الى عجبك الفيديو ما تنساش دير لايك ودير سبسكرايب باش يوصلك اي جديد، وما تنساوش تخليو لي في الكومونتير الموضوع اللي بغيتوني نهضر فيه في الفيديو الجاي. بسلامه.